عم تشوفوا فيديو اليوم رح احكي لكم عن فكره من زمان كانت براسي، بس بصراحه ما لقيت الوقت المناسب انه نفذها. بس هلا اجى الوقت المناسب بما انه المدارس بعد كم يوم او كم اسبوع ببعض البلدان اجى الوقت اني نفذها، وهي عن انواع المدرسين المزعجين. ليش بدي احكي عن هالموضوع؟ لانه كثير منكم بيفكروا انه هدول المدرسين مرقوا بس على راسهم هن، وبيخلون يكونوا سبب بانه يبطلوا تعليم او يكرهوا المدرسه او حتى يكرهوا التدريس. بس بدي لكم شغله، انه هالانواع مرقوا على راسنا نحن حتى، وانا وحده من العالم، بس ما خليتهم يوقفوا بوشي ويخلوني اكره المدرسه واكره انه اتعلم. بالعكس كنت حارب اكثر وجيب علامات اكثر. وبالمقابل في كثير مدرسين ومعلمين بيجننوا بياخذوا العقل. بدي اقدم لهم شكر كثير كبير من منبري الصغير هون بقناتي على اليوتيوب. بدي اقول لكم عن جد شكرا كثير لانه لولاكم انتم المدرسين الاوفياء اللي بتجننوا، اللي بتوقفوا حد الواحد وبتعطوك كلمات ايجابيه دائما. بدونكم نحن ما كنا بنعرف لا نقرا لا نكتب ولا حتى نحسب. انتم شيء كثير مهم بالحياه. بس بالمقابل في المدرسين المزعجين واللي دائما بيوقفوا بوشنا. فاليوم حبيت اعملها بطريقه مضحكه وبطريقه كمان انه تارجيكم انه رح يجي يوم تكون ذكريات هيدي عندكم، ورح تكون شغلات عم تطلعوا لورا وتتذكروها. فعيشوا حياتكم، انبسطوا، وما تهتموا اذا كان في مدرس مزعج بحياتكم عم بيخليكم تكرهوا الماده اللي هو عم يدرسكم اياها. بالعكس خذوها بصدر رحب وتقبلوا كل شيء وحبوا مدرستكم واستمتعوا. اول نوع معلمه حابه احكي عنه هو النوع الحامل. بصراحه هيدا النوع بنرفزني ومنفسنه نفسنا وانفه وين بالسما. وكل اللي كانت تعمله انه تفوت على الصف وتحط رجل على رجل وتحط البزر قدامها والاكل قدامها من هون، ولا صوت ولا نفس ولا كلمة. يعني نحن بصراحة كل اللي عم نسمعه بالصف هو صوت البزر وصوت حكي على التليفون، لحتى ما تنط وحدة من البنات اللي هي بتحبهم كثير. بتعرفوا هذا نوع البنات اللي بيكونوا علاقتهم مع كل المدرسين منيحة وهن بيكونوا أخبث ما يكون. وحدة من هدول البنات بتنط وبتقوم بتقلها ممكن احكي مع رفيقتي. طبعا هي الانسه بتحبها لهي البنت، ما فيها تقلها لا لانه طالبتها المفضله، وكمان ما فيها تقلها احكي وبعدين تصير في يعني انه ليش هالعنصريه، ليش بس هي كلنا بدنا نحكي. فرح تقوم وتقول لنا احكوا بس بلا صوت. بلا صوت. عذاب عن جد، انت عم بتعذبينا. ليش هيك عم تحزينا؟ يعني كيف بدنا نحكي بلا صوت؟ كيف الواحد بده يحكي بلا صوت؟ بصراحة بعمري ما فهمتها ولحد هلا ما فهمتها لهي الجملة، كيف بدنا نحكي وكيف بلا صوت؟ ما في شيء اسمه حكي بلا صوت، بس هن عندهم ايه في، واذا بتسمع نفس بتقوم تعطينا محاضرة وبهدلة انه عن جد بتكرهنا بحالنا. ما بعرف ليش انت حامل، يعني كوني لطيفة مشان الله يقومك بالسلامة وما تكوني هالقد نفسنا يعني وروحك بأنف. مين عندهم هيك انسة بمدرستهم حامل وبتجي دائما حامل وبتكون هيك؟ ما بعرف. احكوا لي عن صفات المدرسين اللي موجودين بمدرستكم. هلا نجي للنوع الثاني. النوع الثاني اللي بيكون المدرس الغاضب، ما في اي ملامح او تعبيرات على وشه. ايه رأيك؟ مدرس صارم حاد، ما في اي تعابير بصفه. ممنوع الضحك، ممنوع الابتسامه، ممنوع اظهار اي تعبير على وشك بصفه. باختصار صفوا يساوي العسكرية. ايه عن جد صفوا يساوي عسكرية. ما في تحكوا، ما في تتكلموا، ما في تتنفسوا، ما في تقولوا اي شيء. لازم تكونوا صارمين لك. حتى اذا عملتوا بيقوم بيوقف شرح، وهو عم يشرح طبعا بيوقف شرح، طلع عليكم بيقول لكم وين الادب؟ وين التربية اللي علموكم اياها اهلكم؟ مش مبسوطين بالدرس؟ مش عم تفهموا؟ مش حابين الدرس؟ اوكي خليني ادقلكم على البيت يجوا ياخذوكم تنبسطوا اكثر ببيتكم. بتعرف شو؟ رح طلعك برا الصف وما بدي اشوفك كل السنة بصفي. ما يمشوش الا بالعصاية او بالخرطوم او بالجزمة. وهذا كله طبعا بس لانكم يعني تنفستوا او بصوت عالي. لما كنت بالصف الثامن عدى علي هيدا المدرس وكرهني بحياتي طول السنه، كرهني بالمدرسه. بس انا كمان ما سكت له، قهرته كثير وصرت ادرس اكثر وجيب علامات اكثر. فهو ما بقى فيه يحكيني اي شيء، ما بقى فيه يقول لي شيء، لانه علاماتي عاليه ومنيحه بالصف. وصرت اعمل حالي ملاك الصف مشان انا كمان احرق له دمه. يعني هو بده يطلعني انا مش منيحه، لا انا منيحه ورح ارجيك كيف انا منيحه. فدائما انتم هيك تصرفوا اذا كان في بحياتكم هيك استاذ، وارجو انه انتم مناح وكسروا
يعني قلبه هيك، ما تخلوه يعمل اللي بده اياه فيكم ويكرهكم بالدرس، لانه بالاول وبالاخير شهادتكم اللي رح تفيدكم. ثالث نوع حابة احكي عنه هو النوع الطيب كتير 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 طيب. طيب رح تقولوا لي نور اذا هو طيب كتير شو الشيء اللي ما بتحبيه فيه؟ يعني المفروض ان تكوني بتحبيه كتير لانه طيب. هلا هذا الاستاذ بيكون طيب كتير لدرجة انه ما له شخصية بالصف، يعني وجوده وعدم وجوده معكم عدوتكم اللدودة وشلتها وما في حدا من شلتكم معكم بالصف وكلهم عم يحكوا عنكم وبتروحوا تشكولوا بقلكم طنش الحمير تعيش امير، كبري راس عنهم ما رح يحكوا معك. لا يا استاذ رح يحكوا معي وهن عم يحكوا معي، عم بيسمعوني حكي وانا بصراحة مش عرفانة مين بده يدافع عني وانتم مش معي. انت وعن جد فعلا بيكون الصف كله بالدنيا عم يحكوا، كل واحد فيهم عم يحكي بشيء وهو عم بيشرح، عم بيحكي بشيء ثاني ومكفي شرح وبيضل يكفي شرح، حتى لو كل الصف كان قايم وقاعد ما بيتعب حاله وما بيعذب حاله وبيقول اسكتوا. نحن بنعرف انه انت طيب، بنعرف انه قلبك كبير، بس بنفس الوقت نحن بدنا حدا يعني يكون صارم شوي معنا، مش كتير جدي وغاضب وما في تعابير، لا يكون بين البين. يعني حلو يكون الاستاذ عنده شوي شخصيه ونفس الوقت طيب، لانه نحن ما بينفع معنا، ما بننعطى وش كطلاب، بعترف بهالشي، ما بننعطى وش انه يعني تتركنا على حال شعرنا هيك شيء. وكمان شغله ثانيه، انا بكره بالامتحان شو بدي اكتب؟ اكتب شو لبست اسراء على حفله بنت عمها اللي عملتها بالمزه، او بدي اكتب وبدي اعرف كمان شو حدود سوريا من الشمال او من الجنوب. نحن بدنا استاذ يكون كثير طيب بس بنفس الوقت هيك عنده شخصيه مشان ما حدا يقدر يعني يغلط على حدا بالصف، ويكون هو قوي لدرجه انه الصف يكون هادي كمان شوي تنفهم الدرس، لانه وقت الدرس درس ووقت المزح مزح. انا هيك رايي، انتوا شو رايكم؟ اكتبوا لي تحت بالتعليقات. هلا نجي لرابع نوع اللي بينرفزني اكثر شيء بصراحه، اكثر نوع اللي بيمدح بحاله كثير وبيحشر حاله بكل شيء وبيعمل حاله عامل كل شيء بالدنيا. يعني مثلا انا بدي امدح حالي انه تعبت ليله امبارح وكنا عم بدرس كثير، فبجي بقول والله انا امبارح قريت 10 صفحات. بيجي بنط هو وهو استاذ، يعني انت عم بتقارن حالك فيه بس مشان تطلع احسن مني. بيجي بيقولوا يي انا لما كنت بعمركم كنت بقرا 5 كتب بليله واحده، 5 كتب بليله واحده. أني مالي يا رزق. والله يا استاذ لو كان اينشتاين بحد ذاته ما كان قدر يقرا 5 كتب بليله واحده، بس ما عليه رح ابلع لك اياها واعدي لك هالقصه، لانه ببساطه ما بدي علاماتي يعني توطى، لانه بعرفك اذا ما بسايرك على كل الامور اللي انت عم بتقولها وبقول لك واو بعمل حالي متفاجئة بإنجازاتك، رح تعطيني علامة 0 ورح ترسبني ورح تخليني nothing بالصف. طبعا المصيبة الكبرى إذا كان هذا الأستاذ أو الأستاذة متزوجين وعندهم أولاد، وكانوا كمان من النوع اللي بيمدح أولادهم اللي بيكونوا بيكذبوا، خصوصا إذا كانت بنتهم اللي عم يحكوا عنها رفيقتكم ومعكم بالمدرسة وبتعرفوا كل شيء عنها وبتعرفوا إنه هو عم بيكذب لأنكم أنتم بتعرفوا بنته. واو إذا بتقولوا أي شيء هو عامله. قال له رحت على المكسيك بعطلة نص السنة، بيجي بيقول لي على المكسيك وانا كمان رحت على المكسيك، هون انا بجن. فشو بقول له؟ بقول له لا بقصد على تكساس مش على المكسيك. بيجي بيقول لي اوه انا كمان رحت على المكسيك بعدين حولت على تكساس. بعدين انا شو بعمل؟ بقول له لا بقصد رفقاتي اللي من تكساس اللي بالبرازيل، فاختي راحت لهنيك زارتهم وبعثت لي الصور. بيقوم بيقول لي ايه ذكرتيني قبل 5 سنين لما رحت على البرازيل. مش يعني انت عم تكذب علينا؟ طيب ليش؟ وقد ايه بيحكي عن انجازاته العظيمه، يعني لو والاتعس من هيك لما يحكي عن اولاده وانتم بتقولوا واو، بقول لكم قولوا ما شاء الله مشان ما تحسدوا لي اياهم. واو نحن بنعرف كل شيء، ما تفكرونا يعني طلاب ثانويه او طلاب متوسط ونحن ما بنعرف شيء، لا كل شيء بنعرف، بس نعمل حالنا ما بنعرف مشان ما حدا يعني حط راسه براسنا. هدول هن انواع المدرسين اللي كانوا يزعجوني، ذكرهم يعني كثير، كانوا عن جد يضايقوني، يعني كانت هالافكار تضايقني عنهم. فاذا عندكم اي نوع انا نسيت احكي عنه او نسيت اذكره، ما تنسوا تكتبوا لي اياه بالكومنت مشان انا اخذ الفكره منكم واعرضها بفيديو جاي ان شاء الله بالمستقبل. كمان اذا هذا اول فيديو بتشوفوه الي بهيدي القناه، حطوا سبسكرايب اشتراك مشان تشوفوا الفيديوهات الجايه لإلي بقناتي على اليوتيوب نور ستارز. بتفوتوا على يوتيوب بتحطوا نور ستارز بتطلع لكم القناه اذا شفتوا هذا الفيديو بمكان ثاني غير يوتيوب، بس بتفوتوا على اليوتيوب بتحطوا نور ستارز هذا الاسم اللي موجود هون ورح يطلع لكم قناتي، وتعملوا لي اشتراك مشان تشوفوا فيديوهات كثير جايه بالطريق وموجوده قبل بقناتي، فوتوا تفرجوا عليها
وراح احط لكم جزء منها بصندوق الوصف، فيكم تتفرجوا على بعض الفيديوهات وتاخذوا افكار عن شغلات كتير ممكن تفيدكم. كمان ما تنسوا فولو مي على الانستغرام وتويتر، اسمي نور ستارز 21، راح احط لكم اياه بصندوق الوصف، راح يكون الاسم انكتب هون. فهذا كل شيء لفيديو اليوم، بتمنى عجبكم عن جد. اذا شفت دعم لايك كتير على هذا الفيديو رح استمر بهيدي السلسله انه اعمل فيديوهات من هالنوع اذا حبيتوه طبعا. وبس نهار بدي اقول لكم بحبكم خيرات الله، وبشوفكم امتى بالفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي. لا تنسوا لايك، اشتراك وشير.